أول أمر ننبه عليه وننوه عنه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإرسال إنزال الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، إنزال الله تعالى هذا الدين وهذا الكتاب وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم منة على الوجود في الوجود على الإطلاق. لم يبعث الله تعالى رحمة ولم ينزل نعمة على البشر منذ خلق الله السماوات والأرض بعد نعمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم نعمة للبشرية جميعا من الجن والإنس والملائكة والعباد وغيرهم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم نعمة من الله تعالى علينا هذه الرسالة المحمدية، وطالما نتفق أنها أعظم منا وأعظم نعمة وأعظم رحمة، فدراسة هذه النعمة ودراسة هذه الرحمة لهو أمر جدير أن يعطي المسلم يعني جزءا من وقته لدراسة السيرة النبوية. هذه المسألة الأولى في السيرة النبوية في هذا المجلس اليوم، في مقدمة في السيرة النبوية. المسألة الثانية مراحل السيرة النبوية. السيرة النبوية يقسمها أهل العلم إلى قسمين: المرحلة المكية والمرحلة المدنية. المرحلة المكية ويدرسون فيها المجتمع الجاهلي وأحوال المجتمع الجاهلي، عادات المجتمع الجاهلي القبيحة، عادات العرب الجميلة، يتكلمون عن بعض الأحداث المهمة قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلمون أيضا عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، ولادته عليه الصلاة والسلام، تربيته حتى نزل عليه الوحي. هذه المرحلة المكية القسم الأول. المرحلة المكية تقسم إلى قسمين: ما قبل النبوة وما بعد النبوة. ما بعد النبوة عند نزول الوحي تبتدئ هنا المرحلة الثانية المكية، وتنتهي المرحلة المكية بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. فإذا وصل المدينة انتهت استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فهي بعد ذلك تبدأ المرحلة المدنية. طيب، إذن هذا تقسيم المراحل، مراحل السيرة النبوية. الأمر الثالث مصادر السيرة النبوية. عندما يقال للناس كتب السيرة أو السيرة النبوية ينصرف ذهن كثير من العوام طلبة العلم فضلا عن العوام إلى كتب السيرة، وهذا يعني غير صحيح، بل هو غير دقيق. السيرة النبوية مصادرها القرآن، وهو أعظم المصادر، بل تميز القرآن أنه يتكلم عن بواطن الأمور في السيرة النبوية. ماذا كان يقول المنافقون، ماذا كان يقول قريش في مجالسهم الخاصة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا للقرآن. ثم السيرة النبوية كتب الأحاديث، الصحاح والمسانيد، كلها سيرة. لكن أين الإشكال؟ الإشكال من الذي يلتقط من كتب الصحاح والأحاديث السيرة النبوية؟ من الذي يلتقطها؟ هو العالم الرباني. والله وبالله كم تمر علينا من أحاديث مرور الكرام، لكن عندما تجلس بين أيدي العلماء فتعرف معنى أن لا يعرف الاستنباط الدقيق إلا علماء الأمة. أذكر الشيخ عبد العزيز بن باز في دروس الطائف لما كان يشرح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربط رجلا مشركا إلى سارية في المسجد، أورده الحافظ ابن حجر هكذا مختصرا في الصحيحين في كتاب الطهارة في باب المساجد. لماذا؟ حتى يستدل على جواز دخول المشرك إلى المسجد، وأن المشرك نجاسته نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. فأورده في كتاب، لكن أورده مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ عبد العزيز بن باز لما جاء يشرح هذا الحديث ذكر جمع طرق هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية قبل نجد، فأسروا مجموعة من المشركين،
وكان من بينهم ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه، كان سيد من سادات بني تميم. فلما جاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون من أسرتم؟ أسرتم سيد بني تميم ثمامة بن أثار. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقتله. لماذا؟ لأنه قبل ذلك ببضعة شهور جاء مع الأحزاب وحاصر المدينة، كان بإمكانه أن يفتديه بمال عظيم، لأن المسلمون الناس كانوا بحاجة إلى المال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد إلى سارية من سوار المسجد، وكان يمر عليه كل يوم في كل صلاة يقول: يا ثمامة ما عندك؟ قال: يا محمد، هذا قبل إسلامه، إن تقتل ذا دم، وإن تمن على رجل شاكر، يعني يحفظ لك الود والجميل، إن تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل. فيتركه، فيأتي في المرة الثانية يقول: يا ثمامة ما عندك؟ قال: يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل. فكرر ذلك 3 مرات 3 أيام. في اليوم الرابع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحل وثاقه بيده. شوف بيده، شوف الدعوة هنا عليه الصلاة والسلام. فقال له: اذهب فأنت طليق. فذهب واغتسل وعاد ونطق بالشهادتين، وواصل إلى مكة لأنه كان خارج للعمرة. فجاء وقال لأهل مكة: والله يا قريش لا تأخذوا حبة واحدة من عندنا من نجد إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لن تأخذوا لا بيعا ولا هدية. شوف الولاء والبراء في بضعة أيام نزل الإسلام وفي في 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 قلوب الصحابة. وهكذا كان المسلمون إذا نزل الإيمان في قلوبهم من أول ساعة انتهى الإشكال. ولذلك ما يعرف هذه النقطة إلا إيش؟ إلا من أسلم. أما نحن مسلمون بإيش؟ بالوراثة. انتبهتم؟ نحن مسلمون بالوراثة، لكن من يعرف هذه النقطة وحلاوة هذه النقطة وأهمية هذه النقطة؟ من يسلم. ولذلك اسمعوا لمن يعني قصة من يسلم. يعني في فيديو لواحد أمريكي يقول: أول ما جيت خوفوني، قالوا سوف تقتل، سوف كذا، في هناك بلد الإرهابيين. يقول: فكنت يعني أروح العمل وأرجع، بس أفتح النافذة وأتفرج على الناس في الشوارع، ما أستطيع أن أخرج. ثم بديت قليل 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 قليل، ثم أسمع الناس 5 مرات في الآذان كذا. ثم جيت المسجد وجلست في طرف المسجد أتفرج على الناس. يقول: فلما نطقت بالشهادتين وأول صلاة صليتها، يقول: انهمرت دموعي، يعني ما استطعت أن أتمالك نفسي. هذا الذي شعر به المسلم هو الذي شعر به الصحابة عندما أعلنوا إسلامهم. أما نحن فنحن ولدنا يعني مسلمين. فمن كتب من كتب الصحاح السيرة النبوية. طيب، إذن هذه من مصادر السيرة النبوية آخر شيء الكتب السيرة النبوية. طيب، دقة السيرة النبوية. أدق سيرة في العالم هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا توجد في العالم سيرة أدق من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نقل لنا كل شيء في حياته، نقل لنا كيف يبتسم، نقل لنا كيف ينام على جنبه الأيمن، يضع كفيه هكذا وينام. نقل لنا أسماء حيواناته، كان عنده حمار يدعى عفير، كان عنده ناقة تدعى العضباء. وسوف عندما نتكلم عن هذه النقطة، يعني كما قلت لكم ليست المقصود بالسيرة فقط قضية سرد الحكاية، وإنما ربط الناقة العضباء لما نتكلم عنها كان لا يسبقها أحد، كلما سابقت أحد العضباء سبقته، حتى جاء أعرابي على قعود له صغير فطلب مسابقة العضباء لما سمع أنها لا تسبق، فسابقت العضباء، فسبق الأعرابي بقعوده تلك العضباء. والحديث في البخاري.
يقول الراوي فشق ذلك على الصحابة، يعني شق على وجه. شوف سبحان الله، شوف أين الفائدة هنا؟ الفائدة كمال محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. شق عليهم أن تهزم إيش؟ ناقتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة أخرى من الحديث ومن السيرة، وهذه الفائدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: حقا على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. إيش نستفيد من هذه الجملة؟ أيها طلاب العلم، نستفيد فائدة عظيمة في السيرة النبوية. ما كان لله حقا ما ارتفع شيء إلا وضعه. نستفيد فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطيب إيش؟ أن يطيب خواطر الصحابة، وهكذا كان ديدن عليه الصلاة والسلام. تعلمون قصة الرجل اللي نزل ضيوف من الصحابة على حي من العرب، فطلبوا منهم الضيافة فأبوا، فغضب الله تعالى، فأرسل الله تعالى عقربة صغيرة لدغت سيد القوم حتى كاد أن يهلك. فجاءوا للصحابة قالوا: ترقون؟ قالوا: نعم، لكن لا نرقى إلا بكذا وكذا من الغنم. فلما رقوا قام الرجل وكأن ما به شيء، فأخذوا الصحابة قالوا: كيف نأكل بالقرآن؟ نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أخبركم أنها رقية؟ أقسموا بينكم، أقسموها يعني هذا الغنم، واضربوا لي بسهم. والله نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة أن يشارك الصحابة في جزء من الغنم، لكن أراد أن يطيب خاطرهم بأن هذا الأمر إيش؟ حلال. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نقلوا لنا أمهات المؤمنين دقائق الأمور التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا الأزواج. نقول لنا كصفة غسله من الجنابة، وهذا لا يمكن. أقرب الناس لك في بيتك ما يعلمون، أولادك، أخوانك، أقاربك، لا حد يعرف. لا يمكن أن يطلع على هذا إلا أزواج، إلا الأزواج، الأمور الخاصة. بينما لو تأملت سيرة الأنبياء جميعا تجد أن أكثر من ذكر في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام، أكثر من ذكر في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك رغم أنه أكثر نبي ذكر في القرآن، لكن ما نعلم كثير من سيرته. جزء من طفولته لا نعلم، كيف تربى ما نعلم. أخذته أمه بعد القتل في اليم، ثم فوجئنا موسى وهو يقتل الرجل الذمي، ثم وصل عند الرجل الصالح شعيب وانقطعت أخباره 10 سنوات، لا نعلم ماذا حصل بينه في تلك الفترة. أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي سيرة كاملة. لماذا؟ لأن هذا الدين محفوظ. وهنا يقودنا إلى فائدة يا جماعة، لا يمكن أن يغيب شيء من الدين من أحكام الله عن الإسلام. نعم قد يخفى عن فلان وفلان ويعرفه فلان، لكن لا يمكن أبدا أن يخفى شيء من هذا الدين. فكيف الله تعالى يكلفنا ثم بعد ذلك تخفى علينا شيئا من أحكام الإسلام؟ إذن الشاهد في هذا الأمر أنه نقل لنا كل شيء. طبعا توجد عندنا في التوراة والإنجيل الكتب المحرفة، توجد بعض سير الأنبياء، لكن 99% منها كذب. نعطيكم واحدة فقط، أن آدم والله العهد بعيد عن القصة، هو آدم أو نبي من أنبياء بني إسرائيل، يعقوب، لا أتذكر، أظن غالب الظن أنه يعقوب. كان جاءه رجل يعني أراد أن يسطو على داره أو على حلاله، وجلس طوال الليل يعقوب نبي الله يتصارع مع هذا الرجل حتى لا يتصارعون ويتقاتلون. وفي الصباح وجد أن الذي كان يصارعه الله عز وجل. إيش رأيكم؟ هذا من يكتب هذه القصة ينبغي أن يضرب بالنعال، وتغسل النعال 7 مرات وتعفر الثامنة في التراب.
عرفتم ولا لا؟ من يصدق مثل هذه القصة، من يطبع مثل هذه الكتب، هذا جزاؤه. هذه قصة موجودة في كتب من كتب التوراة أو الإنجيل، والعهد بعيد، كنت قد درستها قديما في أثناء دراستي الجامعية. إذن هذه دقة السيرة النبوية. أسباب دراسة السيرة النبوية وهي التي نختم بها هذا المجلس. لماذا ندرس السيرة النبوية؟ عدة أسباب. أول سبب وأعظم سبب أن دراسة السيرة النبوية دين يدان الله تعالى به، يرجى به عالي الجنان وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات. لا توجد في العالم سيرة دراستها دين يدان الله تعالى بها إلا سيرة النبي المجتبى والحبيب المصطفى السلام. لو جلسنا نتدارس في بيوتنا قصة عنتر وعبلة شهر كامل نقرأها ونرددها على أولادنا، ما استفدنا من عنتر وعبلة ولا حسنة واحدة. أما دراستك السيرة النبوية، تدريسها لأولادك وتدريس الرجل في مدرسته وفي عمله، فهذا دين يدان الله تعالى به. الفائدة الثانية أن دراسة السيرة النبوية تبين لك الدور العظيم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، المجهود العظيم الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوصل لنا هذا الدين وأكرمنا بهذا الدين. تبين لك يعني مجهودات النبي صلى الله عليه وسلم، تبين محبة النبي صلى الله عليه وسلم لك أنت يا مسلم. عندما تقرأ في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع ورفع يده ومعه جمع من الصحابة ودعا لهم طويلا وقال: وددنا لو رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا بإخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولاحظوا كل ما أذكره لكم أحاديث، يعني من أندر النادر أن أحتاج أن أرجع إلى السيرة. نعم قد نحتاج إلى السيرة يعني في بعض المواضع نسد فيها بعض الثلمات، والتي يكون فيها مستند يعني من حديث أو من آية ولا يترتب عليها حكم يعني شرعي، وهذا خاص بالسيرة كما قرر أهل العلم. قال: وددنا لو رأينا إخواننا، والحديث في صحيح مسلم. قال الصحابة: ولسنا بإخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم كرر في المرة الثانية قال: وددنا لو رأينا إخواننا. قال: لسنا إخوانك يا رسول الله؟ فكرر 3 مرات. قال: أنتم أصحابي وإخواني من يأتي من بعدي، ودد أحدهم لو يفديني بماله وأهله في سبيل إيش؟ أن يراني. وكان بعض السلف يقول: يا أهل القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لرؤيتكم فاشتاقوا أنتم إلى رؤيته. عندما تسمع مثل هذا وتدرس هذا في السيرة يؤدي ذلك إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، وكمال المحبة يؤدي إلى كمال الاتباع، وكمال الاتباع يؤدي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عندما تقرأ وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وفيا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تدرس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حاز النبي صلى الله عليه وسلم كمالات الأخلاق كما سوف نذكر في الأدلة. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، أرسل الله تعالى له ملك الجبال وقال: إن الله أمرني أن أأتمر بك، لو شئت لأطبقت على أهل مكة الأخشبين الجبلين كلها. كان بين مكة أهل مكة وبين الهلاك كلمة واحدة من رسول الله 3 حروف. نعم، بعد أن أوذي في مكة ثم ذهب إلى الطائف وتسلط عليه السفهاء وضرب عليه السلام حتى أدموا قدميه، وهي من أصعب المواقف كما سوف نذكره، لأنه قالت عائشة: رسول الله هل مر عليك أصعب؟ قال: نعم، أصعب ما مر علي عند نزولي من الطائف. من صعوبته لما خرج من الطائف يقول: ما استفقت إلا في قرن المنازل. يا جماعة، قرن المنازل بينه وبين الطائف تقريبا قرابة 25 كيلو، عرفتم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الألم والأذى والحجار التي وجدها والأمور النفسية التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاق، يعني ما كان فائقا. رغم هذه الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، جاءه ملك الجبال وقال: إن الله أرسلني إليك.
أطبق الأخشبين عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. سبحان الله، بل خرج منهم من يوحد الله. فهذا أبو سفيان أكبر عدو للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أسلم وحسن إسلامه. وثبت أنه في معركة القادسية كان تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان، وهو خير آل سفيان لأنه من أسلموا قديما من الصحابة. ليس يزيد ابن معاوية، يزيد بن أبي سفيان كان تحت راية ابنه، وخطب خطبة بليغة قال: الله الله يا جيش الإسلام، لا يغلبنكم الفرس اليوم يوم من أيام الله عز وجل. الإمام الذهبي بعد أن أورد هذه القصة قال: وهذا يدل على حسن إسلامه. الشاهد عندما تدرس هذه الأمور يؤدي ذلك إلى كمال المحبة. طبعا بقي فوائد يعني من دراسة السيرة النبوية، لكن نؤجلها إن شاء الله للمجلس القادم. نذكر يعني مسألة فقط، وهي قضية الدراسات في السيرة النبوية اللي قديما وحديثا. غالب الدراسات، ونستطيع أن نقول 90% من الدراسات فقط مجرد سرد لقصص السيرة، وكل واحد يأتي ويعمل تلخيص. الفرق بينهم تلخيص، زيادات، ترتيب. الذي كتب في السيرة النبوية كفقه وكعلوم إسلامية هو ابن القيم في زاد المعاد، لكن كما قال أهل العلم الملاحظة عليه فقط أنه ركز كثيرا على الأمور الفقهية، الأحكام الفقهية، عرفت لا؟ وعلى شيء من جوانب من الأخلاق وكذا. أما المعاصرون فانقسموا في كتابة السيرة إلى 3 أقسام، احفظها جيدا من مطلع على هذا الأمور. القسم الأول وهم المخرفون الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقصد بالمتأخرين سواء كان المعاصرون أو في 4 أو 5 القرون الأخيرة اللي جاءت بعد القرن العاشر. هؤلاء الذين يعني كتبوا في السيرة من باب الغلو، يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتيك رجل له أكثر من 100 مؤلف ويقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر إلى امرأة فأعجبته فالواجب عليه أن تتزوجه مباشرة، وإذا كانت ذات زوج فالواجب على زوجها أن يطلقها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا جماعة أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذم نبيه؟ ما عند النبي صلى الله عليه وسلم شغله إلا يقعد ينظر في نساء الصحابيات ويتزوج؟ فهذا من الغلو الذي وقع. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل. كل هذه الأمور يريدون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من طور البشرية، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من طور البشرية هو دين المشركين. لماذا؟ لأن المشركين ماذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا بعث الله تعالى بشرا رسولا؟ والله من الغلو الذي وجد من هذا القسم الأول. القسم الثاني من المعاصرين، من الذين كتبوا في القرون المتأخرة والمعاصرين، سرد مجرد تلخيص. القسم الثالث وممن اعتنى بكتابة في السيرة من باب التصحيح، وهؤلاء يشكرون على هذا، بس فقط عملوا يعني حاولوا أن يختاروا السيرة الصحيحة، وهؤلاء يشكرون يعني عن هذا الأمر. القسم الرابع وهو أخطر الأقسام، الذين كتبوا في السيرة وأصلوها من منظور حزبي خارجي، وظفوا السيرة النبوية لصالح تنظيماتهم ولصالح مذهبهم الخارجي. يعني أعطيك على سبيل المثال، يربون الشباب على السريات ويستدلون بالمرحلة السرية اللي في مكة. نقول هذه المرحلة السرية بأمر الله عز وجل، ثم هذه المرحلة نسخت، لماذا لا تأخذ بالنسخ؟ هل يجوز لنا أن نعمل بالأحكام بعد نسخها؟ نسخت. ثم المرحلة المكية كانت في مجتمعات جاهلية كفر، أنت تأتي تودي الشباب للاستراحات،
تحطهم في البيوت، تعمل لهم دروس، اعمل لهم هنا لو كنت صادقا تريد الله والدار الآخر ربي الشباب هنا في المساجد. لماذا تجمع الطلاب رحلات إلى الاستراحات ورحلات خارجية؟ والله العظيم مرة من المرات جاءني رجل من العوام وقال لي: يا أخي، تكلمت كلمة في الخوارج والتنظيمات وكذا، فقال لي: يا أخي والله في مسجد أنصحك فيه، وقال لي يوجد في هنا في المدينة في الحي الفلاني. قال لي: أنا أبنائي كانوا في التحفيظ، لكن والله أنا أخرجت أبنائي ما ارتحت للتحفيظ، يأخذونهم ويسوون معسكرات. هذا كلام قديم، الآن ما يستطيعون الحمد لله مع عهد الحزم، وإلا كانت أول الدرعة ترعى لما يقولوا أهل نجد عندنا، عرفت أنا؟ معسكرات وسرية خالد بن الوليد، سرية. أنت جاي تربي الشباب على الصلاة والتوحيد والصيام، ولا جاي تسوي بتنظيم سري؟ عرفت لا؟ قال: والله أخرجت أبنائي وجئت المسجد وألقيت كلمة، وحاول إمام المسجد منعي في المرة الثانية لما عرف توجهي. الشاهد بعد شهرين قبض على 2 من المدرسين الحلقات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش. الشاهد من هذا الأمر أنهم كثير من المعاصرين كتبوا في السيرة من منظور حزبي ومن منظور حركي، وهذا سوف نبينه. أيضا منها الاستدلال بالمظاهرات. تخيلوا إيش أخذوا من السيرة، أن عمر بن الخطاب في دار أرقم من الأرقم خرج قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا عن حق رسول الله؟ قال: نعم. قال: بلى. قال: ليس على الباطل؟ قال: لا. بلى. قال: لما إذن؟ ثم خرج ومعه مجموعة وهم يكبرون ويهللون. قالوا هذا يجوز فيها دليل جواز المظاهرات. شوفوا كيف الفقه الحركي الخارجي، فقه ذو الخويصرة، فقه نافع الأزرق. طيب هذا السؤال، هؤلاء خرجوا على مشركين، أنت تخرج على مسلمين مجتمعك. الأمر الثاني، الشيخ عبد العزيز بن باز استدل بها هذا رجل في الكويت نسيت اسمه، الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق، على جواز المظاهرات. فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز قال: هذه القصة فيها إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف باتفاق عند أهل العلم، ضعيف باتفاق. شوف سبحان الله كيف الهوى يستدلون بجواز المظاهرات بمثل هذه. ومن أعجب ما وقفت عليه أن بعض النساء الصحابيات أخذوا يلوذوا ببيت رسول الله، يطوفون حول بيت رسول الله يشتكون ضرب الأزواج. قال هذا دليل على التجمهر والجواز. هذا بالله فقه محمد بن عبد الله الهاشمي، ولا هذا فقه جنكيز خان؟ النساء الصحابيات جاءوا يشكون أزواجهم. هل النساء عملوا مظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف انتقوا من السيرة النبوية. نقف عند هذه الدقائق. طاف نساءهم، هو المظاهرات. نعم، طافوا نساء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم ولا لا؟ فالشاهد من هذا الأمر، أنا ضربت لكم هذا أمثلة أريد أن أبين لكم أني لن أدرس السيرة على قضية القصة والحكاية. تأكدوا تماما. خذوا لغالبا يعني غالبا إن ذكرت حدث لا بد أن نربطه بدينك، تتعلم أمور دينك.